صباح الورد، عاملين ايه؟ زي ما اتفقنا ان احنا هنعمل سلسلة فيديوهات ازاي تحافظ على المكنة بتاعتك. وعشان الفيديوهات دي ما تبقاش طويلة علينا هنقسمها لكذا فيديو صغيرين. اول حاجة، احنا عندنا كلنا بنك بنشتغل عليه. البنك اللي بنشتغل عليه ده بندي للمواطن من خلاله البضاعة وحاطين عليه المكنة. البنك ده لازم اول خطوة لازم تتأكد عشان تحافظ على مكانتك. لازم المكنة تبقى مرتفعة عن البنك ده بقدر 10 سنتي. وال10 سنت بعد ما نتأكد إن المكنة مرفوعة 10 سنتي، لازم المكنة تبقى بزاوية ميل من 20 ل30. ليه بقى بقول لك مايلة، وليه بقول لك مرتفعة؟ فرضا إن المواد اللي انت بتتعامل بيها مع المواطنين فيها حبيبات صغيرة، وارد جدا تخش جوه المكنة. وفيها سوائل زي الزيت، ممكن يتكب على البنك وممكن يخش جوه المكنه. فاحنا لما بنقول ان المكنه مرتفعه، فالارتفاع ده هيحافظ على المكنه ان الحاجات اللي بتقع على البنك دي ما تخشش جوه المكنه. ولما نقول ان هي بزاويه، اي سائل بينزل على المكنه او اي ماده بتنزل على المكنه بتنحدر على طول، فبيقلل دخول المواد دي جوه المكنه مما يؤدي الى الحفاظ على المكنه. فدي اول خطوه، ان انت لازم ترفع المكنه بتاعتك بقدر 10 سنتي من على البنك، وتخليها بزاويه ميل من 20 ل 30، بحيث ان هي الحاجات ما تقعش عليها وتستقر جواها. صباح الفل عليكم، وان شاء الله خلي بالكم ان هيبقى في فيديوهات تانية خاصه بالمخازن وخاصه بفروع الجمله. النهارده ان شاء الله وخلال الايام اللي جايه. وزي ما بنطلب منكم دايما لازم تدعمونا بالمشاركه للفيديوهات دي، وبدعوه اصحابكم للوصول للقناه ولصفحه اليوتيوب عشان يوصل لهم كل جديد مننا. صباح الورد، وربنا يرزقكم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.